السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. محاضرة النهاردة خفيفة خالص ولذيذة ويعني ان شاء الله ربنا هيوفقكم فيها ومش هتحتاجوا حاجة غير اللي انا اشرحه بالظبط. النهاردة هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن السكشن. يعني ايه سكشن؟ يعني تشفيط. يعني ايه تشفيط؟ هنبدأ نتعرف على التشفيط دلوقتي واحدة واحدة. بقول لك هنا في الديفينيشن بتاعه، التعريف بتاع السكشن بتاع التشفيط هو الاسبيريشن بتاع السكريشن عن طريق الكاسيتر كونكت، القسطرة المتصلة بالسكشن ماشين جهاز الشفط، او الوول اللي هو الجهاز الموجود في الحيطة. يعني ايه؟ هو الاسبيريشن هو شفط السكريشن الافرازات الموجودة عن طريق القسطرة المتصلة اللي هي كاسيتر كونكتد، متصلة بالسكشن ماشين جهاز الشفط، او الجهاز اللي هو الوول اللي موجود في الحيطة. تمام. ايه النقطة اللي بعد كده؟ ده يا جماعة الجهاز ده التيوب اللي احنا بنعمل بيها دي القسطرة، ودي يعني اجزائها بالتعريف كله مش هتحتاجوها يعني. بعد كده هناخد ايه هي السايت او الاماكن اللي انا بعمل منها سكشن. عندي 4 اماكن متقسمين لاتنين واتنين. الحلقة بتاعت النهاردة أصلا عبارة عن كلها خمسات، بس دي الحاجة اللي متكونة من اتنين اتنين. طيب، في حاجة upper وفي حاجة lower. في حاجة علوية upper respiratory tract، وفي حاجة سفلية اللي هي lower respiratory tract. الأبر ده يا جماعة ممكن أعمل من الأورو أو من النازو. الأورو ده يعني الفم، أو أشفط من الأنف. ممكن أشفط من الأورو، هتجيب الجهاز بتاع التشفيط بتاعك وهتجيب التيوب اللي انت بتشفط بيها وتبدأ تعمل تشفيط من الفم من الإفرازات اللي موجودة، أو تدخل التيوب في الأنف وتسحب الإفرازات الموجودة. هنعرف الطريقة ازاي احنا بنشفط دلوقتي. طب في اللور ايه اللي موجود في اللور عندنا؟ في حاجة اسمها تراكوستومي وفي حاجة اسمها اندوتراكيال. اندوتراكيال. تمام. الاندوتراكيال دي عشان هتقابلنا في اختصارات اسمها الاي تي تي. تمام. هنا يا جماعة بقى نتكلم عن طريقة الأورو. يعني ازاي انا هشفط من الأورو؟ هتجيب التيوبة في ايدك وتلف التيوبة حوالين ايدك، يعني تتنيها حوالين ايدك، ويكون الطرف اللي انت بتشفط منه انت ماسكه، وتبدأ تدخل في الفم وتبقى الراوند في الفم كلها يا جماعة. يعني تلف الفم كله لحد ما توصل لمقاومة. ساعة ما تحس ان في مقاومة في ايدك ابدأ خلاص تسحق تفتح ايدك وتبدأ تشفط وتشفط وانت راجع، مش وانت داخل، وانت راجع تشفط. تمام. خلاص عرفنا الاورو بنشفط منه ازاي. تمام. يعني ايه التراكوستومي؟ التراكوستومي دي يا جماعة دي الحاجة بتتركب في الزور بتاعة المريض. هوريكم شكلها دلوقتي، بس عايزين نعرف ايه هو الديفينيشن بتاعها. دي سيرجيكال كرييشن، دي عملية جراحية. external opening. external opening فتحة جراحية خارجية، يعني مش جوه الجسم. يعني انا مش عاملها في القلب مثلا. احنا دلوقتي بنتكلم عند منطقة الزور دي، موجودة فين؟ في التراكية، في القصبة الهوائية. بندخل أنبوبة اللي هي insertion tube ل 200 airway عشان نحافظ على الهواء. يعني ايه نحافظ على الهواء؟ احنا بنشفط عن طريق من التيوبة دي، بنشفط بالتيوبة عن طريق التراكوستومي عشان نحافظ ان يكون في مجرى هواء بيدخل للجهاز التنفسي. ما هو يا جماعة المريض ده طول ما هو في افرازات وفي قلب زوره او في قلب القصبة الهوائية، هو هيتنفس منين؟ فعشان كده احنا بنسكشن له كل فترة، كل شوية في الشفت بنسكشن له. عشان ايه؟ على حسب الدكتور اوردر برضو بنعمل سكشن اللي هو التشفيط
عشان نتخلص من الافرازات اللي موجودة في القصبة الهوائية اللي هي التراكية، وبنحافظ بيها على الاير واي بتاعتنا اللي هي الهواء. تمام. اهي يا جماعة التراكوستومي هي دي الفتحة اللي احنا العملية اللي احنا بنعملها للبيشنت عشان نعرف نشفط منها. تمام. ايه هي بقى الاندوتراكيال تيوب؟ الاندوتراكيال تيوب دي يا جماعة هي تيوب بتعدي عن طريق الأنف أو الفم، عن طريق النوز أو الماوس، وبندخلها في قلب برضو التراكية. تمام. في حاجة كمان، فيها كمان كفة، فيها قف قابلة للنفخ، يعني أنا ممكن أعمل فيها انفليبل. القف ده ممكن أنفخه بحيث إن هو يتثبت في قلب التراكية، واعرف ان انا اشفط منه. يعني ايه؟ هجيب الانبوب التيوب بتاعت التشفيط وابدا ادخلها من الانف او من الفم عن طريق الاي تي تي اللي انا مركبها، اللي هي الاندوتراكيال تيوب. دي انا ببقى مدخلها في فم المريض، بتبقى واصلة لحد الزور، او مدخلها من انف المريض بتبقى واصلة لحد الزور. ودي فيها زي بتاع صغيرة كده، بحقنها بسيرنج فيها هوا 10 سنتي هوا. بعد ما احقنها هلقاها نفخت جوه التيوب، عشان اتأكد ان هي نفخت اتثبتت في قلب الزور اللي هي التراكية. بهزها هزة بسيطة كده، لقيت فيه مقاومة اعرف ان هي خلاص اتثبتت. او اللي هي التيوبة الصغيرة اللي انت حطيت فيها ال10 سنتي هوا هتلقاها منفوخة، فتعرف كده ان التيوب ان البالونة اللي موجودة في الزور برضو ايه، متثبتة. يبقى هنعرفها تاني، هي التيوب الأنبوبة اللي بندخلها عن طريق النوز أو الماوس. فين بندخلها؟ للتراكية، بتثبت في التراكية. وفيها كمان قف بنعمل فيها نفخ، النفخ ده بيخليها متثبتة في قلب زور البيشنت زي ما هو متوضح في الرسمة دي كده يا شباب. اهي القف، لا مش دي القف، دي بقى اهي دي اللي احنا بننفخها، ودي اللي هو زي البالون اللي بيتثبت في قلب التراكية، ودي اللي هي الاي تي تي الاندوتراكيال تيوب. اما اللي في ايد الممرض ده، دي التيوب اهي اللي بتخش من قلب الاي تي تي عشان تعدي من الاي تي تي من هنا، وتبدأ تعمل ايه، هي بتعدي البالونة دي يا جماعة، البالونة دي حوالين الاي تي تي، مش سداه، هي حوالينها عشان تثبت في ال في التراكية في اللي هي الزور. فالتيوبة متدخلة لحد ما تعدي، ونبدأ نعمل سكشن اللي هو تشفيط عادي خالص. بعد كده هناخد البيربوس اوف سكشن. ايه هي البيربوس بتاعتنا اللي احنا على اساسها بنعمل سكشن، او ايه هو الغرض منه؟ الغرض من السكشن يا جماعة ان احنا بنحافظ منتين اورال هيجين، بنحافظ على نظافة الفم. تمام. وايه تاني؟ وبنحافظ برضو على الكومفورتابل بوزيشن بتاع البيشنت، على راحة المريض. وكمان تاني حاجة هو بنشيل السكريشن الموجودة في مجرى التنفس اللي هو الايروي. تسهيلا عليك وعشان اما تيجي تسمعوا للدكتورة، هم 5. البربوس كام؟ 5. هنلخصهم في نقط أساسية. أنا ليه بعمل سكشن؟ يعني سؤال استفساري كده، سؤال عبيط، أنا ليه بعمل سكشن؟ أو الغرض منه إيه؟ طيب الغرض منه خلاص البيشنت اللي قدامي تعبان مش قادر يتنفس، فأنا لازم أخليه يتنفس. أخليه يتنفس ازاي؟ أقعد أديله هوا؟ ما هو الهوا مش بيستجيب للهوا، فأنا هضطر ان انا اشوف ايه اللي سادد الهواء ان هو يدخل. فعرفت ان في افرازات جوه منعاه ان هو يعرف يتنفس، فانا هبدأ من تين احافظ على نظافة الفم عن طريق التشفيط، واحافظ كمان على راحة المريض ان هو يكون مرتاح عارف يتنفس براحة.
وكمان هشيل السكريشن اللي موجودة في مجرى التنفس بتاع الاير واي. تمام. حاجة كمان اللي هو بنسهل التهوية. يعني ايه بنسهل التهوية؟ بنخليها ايزي. بنخليها ايزي، بنخليها يا جماعة facilitate ventilation، بنسهل عملية التهوية. انا عارف ان الكلمة دي يعني صعبة، اللي مش عايز يقول facilitate خلاص ما يقولهاش، هي اصلا كلمة تقيلة. انت ممكن تقول ان هو easy ventilation، خلاص خلصت اهي. بنلخص بقى البيربوس في كام نقطة. بنقول ايه؟ ان احنا آه هنتخيله واحد لا قدر الله يعني بيشرب سجاير مثلا ولا بيحشش ولا اي حاجة. هنلخصها في نقطة، عايزين ان هو الغرض ان انا بوقف الراجل ده عن السجاير ايه؟ بريحه وازيل من عليه هموم وهويله واحلله وامنعه. طيب يعني ايه الكلام ده؟ خلاص احنا قلنا ان احنا هنريحه، اللي هو هنخليه في الكومفورتابل بوزيشن بتاعه مرتاح، وكمان المنتين هيجين هننضف بقه نخليه نضيف كده. هنزيله اللي هو هنشيل السكريشن اللي موجودة في الاير واي، وهنهويله اللي هي فاسيليتيتد في الفنتيليشن، هنخليه ايزي في الفنتيليشن، هيسهل عملية التهوية. تمام. بعد كده هنحلله. يعني ايه هنحلله؟ خلاص انا مش خدت سكريشن منه هرميها كده على طول، لا، باخد منها عينة عشان اعمل لها تحليل، وابدا اعرف بقى ان الدياجنوزز بيربوس بتاعتها. يعني ايه الدياجنوزز بيربوس بتاعتها؟ ايه هي اغراض بنعمل منها اغراض تشخيصية، ان نشخص الحالة، نعرف هو الفيروس ده فيروس ايه، ونبدأ نعالج الفيروس ده عشان يتخلص من السكريشن. ما هو السكريشن مش بيبقى طبيعي كده بإفرازات غبية، لازم أن يكون السكريشن لونه شفاف ويكون لزج وبنسب معينة. أما لو كتير يبقى دي في ضرر، أو لو قليل يبقى في ضرر، لو تقيل يبقى في ضرر، يبقى في عدوى عندنا. ولو هو لونه اخضر او اصفر او الوان غير اللي هو اللون الشفاف يبقى فيه عدوى عندنا. وكمان ان انا بمنعه، ان انا امنع ان يبقى فيه انفكشن، لان يا جماعة التراكم الناتج من السكريشن، التراكم بتاعتها، التراكمات دي يا جماعة بتعمل انفكشن بسرعة. اللي بعده ايه هي بقى الانديكيشن بتاعتنا، الدواعي بتاعت الاستعمال؟ برضو هما 5. انا قلتلكوا ان المحاضرة دي برعاية خمسات، 5 5 5 ان شاء الله يعني. ايه هي بقى دواعي الاستعمال؟ الانديكيشن بتاعت السكشن اللي هو التشفيط. ان انا الاول اول حاجة المريض بتاعي enable عن ان هو يعمل كف، مش قادر يعطس، او مش قادر يخرج الافرازات بتاعته. وبقول لك ان الديكيوت كف، هو مش قادر يعطس. بقول لك inability to secretion، مش قادر يطلع السكريشن، السكريشن عنده بكمية رهيبة وتقيلة مش قادر يخرجها، فانا ببدأ اعمل له سكشن. دي دواعي الاستعمال بتاعتي، دي اول نقطة. نخش على النقطة التانية. هو unusual، هو مش معتاد على السكريشن، يعني حاسسها difficult، صعبة وتقيل عليه، فلازما اضطر ان انا اعمل له سكشن عشان اخرج الافرازات دي قبل ما يضاي او يسد مجرى التنفس بتاعه. السكريشن دي يا جماعة هو مش قادر يعمل لها موبلايز، مش قادر يعمل لها اكسبكتور، اللي هو مش قادر يخرجها او يطردها من المجرى بتاع التنفس بتاعه، فانا بعمل له سكشن. النقطة التالتة، هو بيقولك فيه ضعف او غياب في السعال، هو مش عارف يعطس. يعني ايه depressed في الباي based or absent cough reflex. هي منعكسة في السعال، يعني الغياب، غياب للسعال بتاعه، يعني مش موجود زي ما احنا قلنا فوق، ان هو مش قادر يعطس، وكمان مش قادر يخرج الافرازات عشان هي تقيلة. فلما تبقى تقيلة وموجودة في مجرى التنفس مش قادر يطلعها، فالطبيعي ان انا هعمل له سكشن عشان اطلعها له. دي اول 3 نقط.
النقطة اللي بعد كده بقولك present clinical signs، في وجود علامات سريرية. يعني ايه علامات سريرية؟ زي مثلا restilensis اللي هي الأرق، أو agitation. عنده كمان اللي هي بيقولوا عليه ايه، تهيج في الزور، مش قادر يكح. ما هو الهيجان اللي بيجي في الزور بسبب السكريشن وبسبب الانفكشن اللي من تراكم السكريشن ممكن تخليه مش قادر يكح ولا يعطس، لان المجرى مسدود خالص ولا قادر يتنفس. والنقطة اللي بعد كده، لا لسه في ديكريز في الصوت بتاع التنفس بيوطى، بيحصل له الديجري في البريسنج ساوند، صوت التنفس بيقل. او ديكريز في البلس اوكسيميريتور اللي هو انخفاض تشبع الاكسجين. تمام. في نقطة أخيرة، النقطة الخامسة، بيقولك present للنيورال ماسكولار ديس اوردر، في اضطراب موجود، اضطراب عضلي عصبي او عصبي عضلي على حسب ما تقرأها انت، زي السي في اي اللي هي السكتة الدماغية، او any other CNS اللي هي او اي حالة في الجهاز العصبي المركزي. communication with place patient وريسك aspiration اللي هو تعرض المريض للخطر الاستنشاء، هو مش قادر يستنشق، او في خطأ في اضطراب، يعني اللي هي disorder في العضلات والأعصاب مع بعض، او في الجهاز العصبي المركزي. دي الدواعي اللي انا بستخدم فيها السكشن. النقطة اللي بعد كده، ايه هي الكومبليكيشن اللي انا هتحصل بها من السكشن؟ انا اول حاجة خدنا الغرض من السكشن البربوس، وقلنا ان هما 5: نريحه، نزيله، هنهوله، هنحلله، هنمنعه. في الانديكيشن في دواعي الاستعمال خدنا ان هو لازم اسلك له الدنيا، اخليه يعرف يتنفس. لو في مثلا اضطراب اعصاب برضو هعمله سكشن. لو عنده غياب في الكحة في القف، او مش قادر يخرج السكريشن، بعمله برضو سكشن. هما ال5 نقط اللي احنا قلناهم. لو عنده علامات سريرية، لو عنده تجاوز، لو عنده غياب، لو عنده كذا او كذا او كذا، نحفظهم بالترتيب هنلاقيهم سهلين. احفظهم بالعربي، احفظهم بالانجليزي، براحتك. بس انا ضروري عندي حتى لو يكون في ربع كلامك انجليزي، يعني انت تتكلم كلمتين عربي وزيهم انجليزي، 5 و5، يعني نص ونص كده. هناخد بقى الكومبليكيشن بتاعة السكشن، ايه هي المضاعفات اللي هتجيله من السكشن. المرة دي بقى احنا ما عندناش 5، المرة دي بقى عندنا 4. هايبوكسيميا دي يا جماعة اللي هي نقص الأكسجين، يعني مفيش أكسجين. يعني احنا قلنا ان هو مش عارف يتنفس، فطبيعي ان مفيش أكسجين. التريوما ايرواي، في كمان تريوما في الايرواي اللي هو انقباض في مجرى الهواء. لو انا عملت سكشن يا جماعة، ده شفاط بيشفط مجرى الهواء، ده ممكن يقوم مسدود من كتر السكشن، تلقى بقى اللي هو التراكية قامت قافلة على بعضها، فما عادتش ايه هينفع يدخل هواء ولا تخرج هواء. بعد كده ممكن يجيله عدوى مكتسبة من المستشفى، ممكن يجيله انفكشن من الهيستوري بتاعته، مش من الهيستوري بقى، من المستشفى ذات نفسها. وممكن يجي في الكاردياك ديس ريزم، ممكن يجي اضطراب في القلب. دي الكومبليكيشن او المضاعفات اللي بتحصل، ان هو نقص اكسجة والتريوما ايروي. لا انا شرحت نقص الاكسجة غلط، اللي هي البوكسيميا دي. دي يا جماعة من كتر التشفيط، انا بشفط السكريشن اللي في التراكية بتاعة البيشنت، اللي هي في الزور بتاع البيشنت، في القصبة الهوائية. اما اشفط السكريشن كده انا بقلل الاكسجين اللي كان موجود. ما هو برضو انا هشفطه، ما هو يسحب اكسجين معاه، فانا كده بقلل الاكسجين اللي ما كان موجود في التراكية. فدي تعتبر اسمها نقص اكسجة، اللي هي هيبوكسيميا من كتر التشفيط. التشفيط انا ما بعملوش
طول ال24 ساعة ولا كل شوية بعمل. ده التشفيط لمدة تقريبا من 10 ل15 ثانية، يعني ما بتاخدش ثواني، ولازم تكون شايل التيوب من قلب زور البيشنت عشان ما يحصلش تريوما ايرواي، انقباض في مجرى الهواء، او يحصل ان في انفكشن، يجي انفكشن انت ما تكون مدخل تيوبة لا قدر الله فيها انفكشن ولا حاجة تجيب عدوى للبيشنت، او يحصل اضطراب للقلب. ما هو برضو انت عمال تشفط، ودي حاجة غريبة داخلة جسم البيشنت، فيحصل بقى اضطراب، او البيشنت لو كان صاحي يقلق ويجيله اضطراب في الكاردياك، في القلب بتاعه. ايه هي البوزيشن بتاعه، الوضعية اللي انا بعملها؟ عندنا وضعيتين. هلخص لكم الكلام ده كله. لو انا بشفط من الاورو من الفم، هبدأ السيم فلورز بتاع البيشنت. لازم أن يكون البيشنت سيم فلورز، اللي هو ايه؟ وضعية نص الجلوس. شايفين الصورة دي اسمها وضعية نص الجلوس، اللي هي من 30 ل45. تمام. هو قاعد في وضعية النص الجلوس اللي هي السيم فلور بوزيشن. وكمان اخلي راس البيشنت مميلة لجنب واحد، يعني اخلي راسه تلف ناحية اليمين او ناحية الشمال على حسب الجنب اللي انت واقف فيه، وبتعمل منه سكشن. طب النازو بعمل سكشن ازاي من النازو؟ برضو بخليه السيم فلورز وضعية نص الجلوس زي اللي احنا شفناها، واخليه يرفع راسه لورا. ازاي؟ هقول لكم اهو. اللي هو بتخلي النك بتاعه تكون هايبر فوق، مرفوعة لفوق كده، فتبدأ تعرف تسكشن منها، تلقى مجرى الهواء بتاعه كله اتفتح وتعرف تسكشن منها. تمام. شوفنا خلاص الصورة دي اللي هي بتاعت وضعية نص الجلوس. الكونترا انديكيشن. كونترا انديكيشن دي بقى الموانع بتاعتنا 11. كام؟ 11. هسهلها لكم ان شاء الله، يعني مش هتاخد مننا وقت. لو البيشنت بتاعي سيفير بليدنج، عنده نزيف حاد، ديس اوردر، ما بعملوش سكشن. لو البيشنت بتاعي عنده كحة فيها دم، عمل هيموريج في القلب، الكحة بتاعته طلع بلغم مثلا وفي دم، لا ما بعملوش. يعني ده مش مبرر ان انا اعمله سكشن، انا ما بعملوش فعلا سكشن. السفير عنده تشنج قصبي حاد، اللي هو القصبة الهوائية التراكية حصل لها تشنجات او انقبضت، ما بعملوش. لو عنده لارينجل بيسز، عنده تشنج حنجري، برضو ما بعملوش. رييبل ايرواي، مجرى الهواء بتاعه متهيج، عنده رييبل فيه هيجان فيه، ما بعملوش برضو سكشن. تمام. نقطة رقم 3، بقولك عنده لسان المزمار قافل على ناحية وناحية لأ، أو في مشكلة في لسان المزمار، برضو اللي هو ما بعملوش سكشن. اللي هي الإيبو جلوتيتس، اللي هو لسان المزمار، لو في مشكلة فيه ما بعملش البيشنت ده سكشن. عندنا السكال بتاعته اللي هي الجمجمة. لا لسه في نقطة الأول. نقطة رقم 4، عنده اللوز في التيس. يعني ايه لوز تيس؟ عنده السنان بتاعته بتتخلخل، يعني هتقع. تنتريور اول اور كرو، اللي هو مركب طقم اسنان، او مركب كرو في اسنان، برضو ما بعملوش سكشن. نقطة رقم 5، قلنا السكال بتاعته عنده فراكتشر فيها، يعني كسر في قاع الجمجمة. تمام، برضو ده قلنا ما بنعملوش سكشن. وكمان لو هو رقم 6، بقولك كريبو السبينال فلويد ليه عنده تسرب في السائل النخاعي، برضو ما بعملوش سكشن. او عنده انكريز، او ما اسمهاش بقى كده، الانتراكرينيال بريشر دي يا جماعة لو هي زيادة، اللي هو الضغط اللي جوه الجمجمة، كرينيال بريشر، ما بعملوش برضو سكشن. طيب رقم 8، بقولك عنده اوكيوليت في النازل باسج. يعني ايه؟ في انسداد
في الممرات الأنفية، أو عنده بليدنج في النزف اللي هو الأنف. تمام، ما برضو قلنا ما بنعملوش. رقم 9 بيقولك عنده سوفير جيج ريفلكس، في رد فعل بلع شديد، هو بيبلع ريقه بصعوبة، أو في رد فعل هو بيبلع ريقه مش قادر خلاص، أم تاني مطلع الريق اللي كان بيبلعه أو المية اللي كان بيشربها، فمش قادر يبلع. برضو ده قلنا ما بنعملوش. ممكن يكون الايروي بتاعته، مجرى الهواء بتاعه مسدود، ما بنعملوش يعني. انكمش، اللي هي القصبة الهوائية ممكن تكون انكمشت، فما بعملوش. تمام. هيمودايناميك في الانسيتيبل، اللي هي عدم استقرار في الدورة الدموية. برضو ما بعملوش عشان عنده هيمودايناميك، في عدم استقرار في الدورة الدموية بتاعته. رقم 11 آخر واحدة، عنده اسوفيجال فيستيولا. برضو ده يا جماعة ما بنعملوش تشفيط لو هو عنده النوع ده. ايه هي التايبس بتاعت السكشن ماشين؟ عندنا السكشن ماشين دي يا جماعة نوعين، قلنا يا اما وول يا اما جهاز معاك في ايدك او بتشال. الجهاز بتاع الوول ده بنعمله من 120 ل150 مليمتر زئبقي. طيب لو سيستم الضغط فيه يعني من 120 ل150. طيب لو هو محمول اللي هو بروتيبل، بنخلي الضغط فيه من 7 ل15 mmHg. ده الجهاز اللي موجود في الوول، ده الجهاز الحائطي اللي هو اللي على الحيطة يعني. وده نوع من أنواع الأجهزة اللي هي بتبقى محمولة تشال، ممكن تحطها في في عربية الإسعاف. وده نوع ثنائي القب، يعني ليه قبين بينزل فيها السكريشن يعني. هناخد الأورو، هنشفط بقى من الأورو. هنعمل أول حاجة البريبريشن اللي هو التحضير بتاعنا. هنعمل تشيك دكتور اوردر اللي هو نتحقق من الطلب بتاع الدكتور. بريبير اكويبمنت، نجهز المعدات. بعدين اشرح البروسيجر للبيشنت. بعدين احطه في وضعية اللي هي سيمفلورز بوزيشن. بعد ما اعمله كده احط بيبر تاول، احط تاول يعني على الشيست بتاع البيشنت عشان لو في اي حاجة متوسخوش. تمام. بعد كده هناخد البروسيجر بتاعنا. هنعمل هاند ووشنج، وكمان بعد ما نعمل هاند ووشنج هنلبس الجلافز بتاعنا، وهنلبس ماسك كمان. ولو في اللي هو الفيس شيلد ده، اللي هو الواقي بتاع الوجه ده، برضو هلبسه لو في. دي حسب التعليمات بتاعتنا، حسب الانديكيشن اللي موجودة. تمام. هملى كوب مية او حوض اللي هو الكب او الباسن ده، هملاهم 100 ملي ووتر. تمام. بعد ما املى 100 ملي ووتر هوصل الانبوبة. خلاص احنا قلنا دي. هنوصل الانبوبة بالجهاز، ونشغل الجهاز الشفط عشان على الضغط المناسب، البريشر اللي احنا قلناه. لو هو في الحيطة من كذا لكذا، ولو هو لو هو عادي من كذا لكذا زي ما احنا قلنا بالظبط. نفكركم بيهم برضو. لو هو بورتيبل اللي هو محمول يبقى من 7 ل15 مليمتر زئبقي، ولو هو وول يبقى من 120 ل150 مليمتر زئبقي، اللي هو الوول ده اللي هو الحائطي. تمام. اخر حاجة قلناها ايه؟ اللي هنجهز الضغط البريشر بتاعنا المناسب على حسب الجهاز اللي معانا. بعد كده هتأكد من الجهاز. الجهاز هتشيك للجهاز، هشوف ان هو شغال بشكل صحيح ولا لا. بعد كده هشيل ريموف اكسجين ماسك. ليه يا جماعة هشيل ريموف الاكسجين ماسك؟ او ليه احنا قلنا النقطة دي؟ اغلب البيشنت اللي عندهم اللي احنا بنعمل لهم سكشن، او عنده افرازات سكريشن في قلب اي منطقة، سواء اورو او نازو او موجودة في التراكية. البيشنت ده يا جماعة بيبقى لازم اوصله على اكسجين، لان الاكسجين عنده
ضعيف، فهو اصلا بيبقى متركب عليه قناع بتاع الماسك بتاع الاكسجين. فانا بشفط في 10 ثواني او 15 ثانية دول، واقوم شايل وانا شايل القناع واقوم حاطط القناع تاني. او لو معايا امبو باج برضو بنستخدمها قبل وبعد الشفط عشان نعوض الاكسجين اثناء الشفط. وانا اثناء الشفط كده بسحب السكريشن زي ما قلتلكوا، فده بيقلل الاكسجين. بعد ما شلت القناع هدخل القسطرة insert catheter انتو جوه البيشنت في الماوس، وبعدين اعمل له suction، اشفط بشكل صحيح correctly، واشجع البيشنت encourage للبيشنت ان هو يكح يعني. لو هو عمل سعال خلاص كده احنا شغالين صح. وبعدين ارجع تاني احط الماسك بتاعه. بعد كده القسطرة بتاعتنا هنعمل لها تيرن اوف، هنوقفها، وكمان هنرنس هنشطفها كويس، ونشغل جهاز الشفط. بعدين لا مش هنشغل جهاز الشفط، هنعمل تيرن اوف للسكشن ماشين، هنوقف جهاز الشفط. واند ويب بيشنت فيس هنمسح وش المريض لو انا محتاج كده اللي هو نيدد. اسيس بيشنت ريسبيراتوري اتاكد ان هو بيتنفس صح، او يعني بتنفس كويس يعني خلاص عرف يتنفس. وبعمل نفس بسكشن تاني، بعمل تشفيط تاني لو البيشنت بتاعي مش بيستجيب للتنفس، التنفس بتاعه مش كويس. لو انا احتجت برضو ان انا اعمله سكشن تاني هعمله اذا لزم الامر. هتخلص بقى خلاص من الكوباية بتاعته اللي انا كنت حاطط فيها مية، وهتخلص كمان من الادوات اللي كانت معايا، وابدأ انضف كويس. خلاص خلصنا السلايد دي، هندخل على السلايد اللي بعدها اللي احنا كنا بنقول فيها هنتخلص من الووتر اللي هي موجودة في الكوب او موجودة في الباسن اللي هو الحوض اللي احنا كنا حاطين فيه المية. وكمان بعد ما اتخلص منهم احتفظ بالقسطرة keep the catheter في دراي، في منطقة دراي ناشفة، وكلين اري انضفها برضو. وبعدها ريموف للجلوفز وللماسك بتاعي وللفيس شيلد اللي هو القناع والقفازات والماسك بتاعي. وبعدين هغسل ايدي، هعمل هاند هايجين. وبعدين هننضف الاورال بتاعة البيشنت provide oral hygiene assist needed، لو هو محتاج ان انا انضف بقه انضفه له. بعد كده السلايد اللي بعدها هناخد ال evaluation بتاعتنا التقييم. هنسجل او record and report any abnormal اي حاجة غير طبيعية نسجلها. وهنسجل برضو حالة الجهاز الريسبيراتوري التنفسي، وكمان هنسجل حالة الجهاز التنفسي after و before قبل وبعد. تمام. وايه تاني، وهي وبعد الإجراء وخصائص الإفراز. هنشوف الخصائص بتاعة السكريشن بقت عاملة ايه اللي هي الكاركترستيك بتاعته، برضو دي بتتسجل في الإيفالويشن. دي يا جماعة اللي هي ال ATT اهي الجزء اللي انا بعمل فيه ال10 سنتي هوا، بدخل سيرنج في 10 سنتي في الجزء ده واضخ فيها هوا، فتقوم الناحية دي اللي هي القف دي منفوخة في زور البيشنت، او زي ما انا قلتلكوا ان في حتة طويلة ودي موجودة الراوند حوالين التي ال ATT. بس هي دي شكل ال ATT. ودي الانبوباج ده اللي انا بعمل منها التشفيط يا جماعة. لا مش بعمل منها التشفيط، دي اللي انا قبل وبعد التشفيط بعملها للبيشنت عشان اديله اكسجين. وده الجهاز بتاع التنفس الصناعي. الاندوتراكيال سكشن، هناخد الاندو
تراكيال سكشن وهنعرف احنا بنعمل فيها ايه. هنقولها يا جماعة على السريع لان هي زي اللي فاتت تقريبا. هنعمل الاسسمنت بتاعنا assess patient condition and need اللي هو احتياج المريض، حالة المريض الاحتياجات بتاعته. ايه هي البلانج بتاعتنا؟ نعمل جزر للاكويبمنت، نجهز المعدات بتاعتنا. بعد كده نقول البروسيجر بتاعنا. اول حاجة زي ما احنا عارفين هاند هايجين او هاند واشنج، بعدين identify patient اعرفه بنفسي، وكمان هنحدد دواعي الشفط، نشوف الانديكيشن اللي انا بعمل منها سكشن، الدواعي بتاعتي لو هو محتاج ولا لا. لو هو برضو هنشوف الكونترا انديكيشن، لو هو ايه الموانع اللي انا ممكن اعمل منها شفط زي ما احنا قلناها اللي هما ال11. الانتروديوس يور سيلف، خلاص قلنا ان احنا نعرف نفسنا للبيشنت وهنتعرف على البيشنت. هتأكد من الهوية بتاعة البيشنت، تتعرف على اتأكد منه انا ده البيشنت اللي انا هعمله سكشن ولا لا. هشرح البروسيجر للبيشنت كمان. منتين برايفسي، احافظ على الخصوصية بتاعته. اطهر ايديه والبس قفازات. اساعد المريض ان هو اسيس بيشنت سيم فلورز، اتخاذ وضعية نص جلوس، ان انا هعمل الجهاز لو هو قاعد على سرير اللي هو اللي بيشتغل بالريموت، هتلقى اصلا شكل الوضعية بتاعت ال45 دي على الريموت، فهتضغط عليها يقوم راح مظبوط. لو هو مانوال بايدك كده هتبدأ ترفعه بزاوية 45 أو من 30 ل45 على حسب عينك ما هتجيب الزاوية مظبوطة ولا لأ. هتميل راس البيشنت الخلف زي ما احنا قلنا. هنخلي اسمها زورو يبقى عالي، نرفع راسه لورا عن طريق زورو. تمام، عشان يفتح مجرى الهواء اللي هي opening airway. بعدين هنرفع السرير لارتفاع العمل المناسب، في ارتفاع مثلا مستوى نص بطنك كده عشان تعرف انت تشتغل الوركينج بتاعك يكون مرتاح. تمام. اوجه المريض بشكل صحيح ناحيتي عشان اعرف اعمل سكشن. اخفض اللور بتاعت الحواجز بتاعت السرير، بقى في حتت عالية كده من السرير انزلها، دي عادي بتنزل. بعد كده هرتدي الاكويبمنت بتاعتي، المعدات الوقاية الشخصية. بعد كده بريبير كاستر، اجهز القسطرة وبعدين اوصلها للتش، وكونكت تيوب اوصل الانبوبة، انبوبة التوصيل، واتأكد ان الضغط بيتراوح ما بين الضغط بتاع البيشنت من 80 ل120. وتشيك اتشيك كمان التحقق من عمل الجهاز، اتأكد ان الجهاز بتاعي شغال. بعد كده هراقب ابص على الرقم الثابت اللي لأنبوبة التنفس. تمام. يعني ايه الرقم الثابت بتاع ال ATT ده؟ الرقم الثابت ده يا جماعة انا وريتكم شكل ال ATT. ال ATT دي ممكن البيشنت يكون مثلا في غيبوبة ومتركب له ال ATT دي، فانت اما تيجي المرة الجاية تعمل له تشفيط سكشن منها، تتأكد الأول انت تبص على الأرقام اللي عليها وتبص آخر رقم عند البق، يعني انت بتبقى موصلها وتبص عند الرقم اللي قصاد شفايف البيشنت، عشان لما تيجي المرة الجاية تيجي تعمل سكشن تتأكد ان نفس الرقم ده هو اللي قصاد الشفايف مش رقم تاني. ممكن البيشنت يكون لعب فيها شدها، ممكن يكون فاق وشدها او اتحرك وشدها او اتحركت، فانت لازم تتأكد ان النمبر ده مظبوط. ممكن يكون الكف اصلا بتاعته اتحرك، اتأكد من نفخ الكفة برضو عشان ما يحصلش ضرر لا قدر الله. بعدين هبدأ احط التول على صدر البيشنت. هو والله يا جماعة نفس البروسيجر اللي احنا قلنا المرة اللي فاتت، بس احنا من دلوقتي بنقول ازاي بنركب ال ATT. بعد كده هنزود الاكسجين، هايبر اكسجين اند هايبر انفليت، هزود النفخ بتاع الكف بتاعنا. تمام. before and after، قبل وبعد. suction using، وكمان
اشوف برضو الجهاز بتاع التنفس، الفنتيليشن بتاعه لازم يكون 100% اكسجين. تمام. او التنفس اليدوي اللي هو عن طريق الانبوباج. تمام. بعدين باجي على ال ATT اللي انا مركبها في البق بتاع في بق البيشنت، في اور البيشنت او في النوز بتاعه البيشنت. ابدا امسكها بالنون دومينانت هيد، الايد اللي انا مش بستخدمها الشمال مثلا وليكن، وابدا بايدي اليمين اللي انا لافف حوالين من الكاستر اللي هو التيوب بتاعتي. لازم يا جماعه تلفها حوالين ايدك وتضغط عليها كده عشان السكشن ما يطلعش السكريشن ما يطلعش منها وانت بتعمل تشفيط. فتبدأ تدخلها ايه بالراحة بالراحة كده في قلب ال ATT اللي متركبة في بق البيشنت مثلا وليكن. انا بلخص لكم الموضوع كله لان هو مش مستاهل يعني كله ان انا اشرحه. وكمان مش هنطبق الشفط خالص الا لو احنا مش هنعمل سكشن خالص الا لو احنا راجعين. وانت بتدخل التيوبة كده ما بتشفطش، بتشفط وانت خارج او اول ما تلاقي ريزيستنت في مقاومة جوه تبدأ بقى تشفط وتفك ايدك كده من حوالين التيوبة وتشفط لحد ما تقرب تطلع وتقوم لافف التيوبة تاني حوالين ايدك. خلاص قلنا ان احنا عن طريقة التشفيط ان انا هدور القسطرة يمين وشمال يمين وشمال حلقة نص دائرية كده لحد ما التيوبة تبدأ تخرج معايا اللي هي الكاستر بتاعتي تبدأ تخرج من ال ATT. ابدأ بقى ان انا ايه اقفلها تاني. الموضوع ده كله يا جماعة ما يعديش 10 سكند او يبقى في النورمال ده يعني من 10 ل 15 ثانية تكون مخلص السكشن كله. تمام. بعد كده هتأكد من الأكسجين. أوصل الأكسجين تاني بيه لو هو مركب مثلا لو هو موصل قصدي قناع ماسك يعني. أبدأ إن أنا أحطله الماسك تاني. لو هو أنت بتستخدم انبوباج برضو بتعمل بالانبوباج برضو عشان تديله أكسجين زي ما احنا قلنا إن أنا في السكشن بتاعي في التشفيط أما بشفط الإفرازات دي بقلل نسبة الأكسجين اللي جوه. بعد كده هنيجي على القسطرة ونعمل لها فلاش. يعني ايه فلاش؟ يعني هسلكها انت خلاص طلعتها فلو لسه فيها سكريشن بقى هتجيب صلاين وتبدأ تعمل لها فلاش تسلكها من السكريشن اللي فيها وتطهرها برضو وتنضفها بمحلول ملح تحطها في المحلول ملح. وكمان هتغسل أنبوبة التشفيط تخليها نضيفة كده. بعد كده هتكرر التشفيط ده مرة أو مرتين على حسب الوقت. ما يكترش بس أكتر من 3 دقايق لأ. يعني أنت بتعمل بتدخل التيوبة بتخرجها من 10 ل 15 ثانية. لكن تكتر عن 3 دقايق تشفيط إن أنت يعني تدخل وتطلع تدخل وتطلع ده كده كتير. من 10 ل 15 ثانية ما تعديش ال3 دقايق تدخل وتطلع تدخل وتطلع. تمام. لو احتاج المريض ان انت تحطه على جهاز تنفس صناعي حطه ماشي اللي هو الفنتليتور بتاعه عايز جهاز صناعي حطه. تمام. آه، ايه تاني؟ هتطبق الشفط مرة أخرى وتعيد تقييم الحالة. لو هو مش قادر ياخد نفسه برضو أو ما استجابش للسكشن الأولاني تعمل تاني برضو سكشن لحد ما تلقى الدنيا بقت حلو. ايه تاني هنا يا جماعة؟ عايزين برضو ننبه على حاجة في السلايد اللي فات. هنعمل للريسبيراتوري هنشوف الساوند بتاعه. لو هو ابسنت مفيش ساوند للريسبيراتوري مفيش صوت للنفس بتاع صدره لللنج بتاعه. نبدأ احنا بنتأكد بنقيمها لو مفيش بقى نعمل سكشن تاني عادي. هنشوف ايه اللي في السلايد دي. بقولك اما تخلص البروسيجر بتاعك وتوقف تيرن اوف للسكشن ماشين توقف جهاز التنفس جهاز التشفيط. تتخلص بقى من الاكويبمنت بتاعتك
وتتخلص من القسطرة بتاعة الشفط، وتتخلص كمان من أنبوبة التوصيل اللي هي ال ATT. تمام. بعدين هتسمع الساوند بتاع اللنج تاني، ماشي، لو هو في صوت ولا لأ، الصوت اتحسن عن الأول ولا لأ. بين كل عملية شفط والتانية بتتأكد من صوت النفس. بعد كده بقى تحط الكومفورتبل بوزيشن بتاع البيشنت خلاص. بعدين تنزل السرير مكانه وترفع حواجز السرير، وبعد كده تعمل هاند ووشنج، وبعدين ريكورد والريبورت بتاعك لو في abnormality حاجة تسجلها برضه. كده محاضرة النهاردة خلصت. يا رب تكونوا استفدتوا، ويا ريت يا جماعة اسمعوا المحاضرة للآخر، والله يعني هي مهمة. أنا عارف هي طولت المرة دي بس هي مهمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.